يقول حاكمنا عامل ايران لا تعزف على هذا الوتر، وحاكمكم عامل يهودي المفروض تقول تقدر تلفظها بالعلن حارق دمك. هالبلد افغاني خكر ما إلك اصول. مين اللي انكح امك وانتجك؟ مين اللي يرجع يحرجك من العراقي باقي؟ ينكح هذا الافغان اللي ابتساته واضح قبل التسجيل باكي شاكي يشتكي يصرخ من يا قحبة الافغان سباكي. ليش كل هذا الصراخ؟ تلتست واضح كبين تناكي لحم كتافك من ارض الحرمين فوق كل هذا عليهم شاخ. يعني كل عقلك تقنعني افغاني مو في هالبلد انك خادم خابر صادم امامك موج خادم ما تخلص حتى لو تقول انك غلطان ونادم. معروف ان كل افغاني يعمل خادم في كل البلدان. اذا خاف لدينك وتتباهى بقطع الرس من انعل امك شوف بلدك اللي فيها عفن وقطعان. ما نعرف دين انت وداعش اللي تعرفوه تردد بكدس كلمة سبايا هذا دليل ان الكلمة متردد امامك من الطفولة لان الظهر كل العائلة انسبوه هذا الفلو عكر جو ثورة يا مدقن هذا مودس عادي صاروخ عارض جو من قلت محب لا تكبب قادرة تنهي بلد وهي ليلا كلبش تنصاد كالعاهرة مدقن فاجرة كأي العنود. انا ما زلت ادعس على كل افغاني يهودي عفوا نقص السود حاير بودي كمبودي من اي طائفة انتم الها هالخذة قوم يعود كل يهود وتاريخ ما له وجود. هذا النزال يبغى رجال مثل خذة ما التمثال نحاسب اخنث خذة يمثل حركات النقر ابك افتقل وكتقل وراسه حرقه دامجه في لسته اشطبه ما يمثل واستجا يمثل بش مرشده يمثل كذا زي ارصده اسرفه ينحي ينتهي لاني فلسفه اللي كيف تفهمها يا غبل لساتك سبت اعتدي تنجرح وتنسبت تنتهي تتدمر يا خكر اختفي كالعاده. ما يظهر مدقن والاسباب هي الولاده اذا ردك راح يكون الدرس تكره اكثر مما تكره الفرصه احترسه افترسه هجم كالقرش اهجموا معي فرش وانكح فيكم سوف فينش انهي هالبيف الوسخ بدس من بعد الدس هذا راح يكون كالبس هذا ذا الدس وش حس يا قسم مدقن مقتبس الكذب الفيك من جنس فصيلة دم إسرائيلية اتضح مدقن مو أفغاني ولا شيشاني من قبيلة صهيونية. راب الافغان انتبهوا من قادر فيكم يعلو ما دام منبات تخلو الساحه هذه لانه من البواسل يا اماميات تتلو لانه ما بيامنوا اكثر قبيل المحو بالسات فخ تتفجر كالنواه شظاياها كلمات جارحه قطع كالبرينه تدخل في عقولكم اذا انضبوا يا صهيون لسانكم. الافريقي قال قانون الغابه فيها الضعيف في كل فريسه كيف القانون يسمح نعتدي على خصوم بحجم الذبابه لكن هالمره ينداس القانون واحرق لكم الغابه. انا جالس فوق اتابع ابتسم لان اللي ظاهر كل كم غريب يبين ثوب طرق مجهوله مصدر خطر مكتوب ممنوع الاجتياح الرد لكل جثث مشرحه مقتوله. معاكم سومري تاريخي في كتبكم تاريخكم باي كتب قولوا مثوره يقول انهم كالجدران نحن الحديد اللي نضغط ضغط نحرق حرق كالنيران نستفزهم كالثيران نربطهم في سلاسل كداعش نردهم جثث يدفنوا يحرقوا بيران. يحتاج لك شور ما يحتاج تدبر خصوم بقدر اكثر من دبر ما يا خليفه ويقول من سب ديان ويسب ديان كل يوم شاع جاك الرد يا مدقن كالقذيفه شيعي وافتخر مو مثلك مرحب بآل صهيون. الف افغاني مرمي على الحدود مشرع والف افغاني مدفون بيران ما بين مقتول ومسجون. تعال شوف مين المنسوف الارجل مكتوره والانف مكسوره كل افغاني مزرف في جسمه اثر طلق كلاشينكوف او سلاح ايراني. الحجاج اللي تتكلم عن نفاني لا تتكلم بالتاريخ تاريخكم خالي فقط اغاني المطربه عتاب الوسخه بعنوان الاسمرجاني. قانون السيوف يطبق في بلدكم بينكم لكن في بلدي تطبق مقولة مو عمنا الحجاج اللي تتكلم عنها لا شرعية واقوال السيستاني. I'm a bad boy man HB Crew على عيار العموم بيس.